أصبحت بلاد المليون ونصف مليون شهيد مسخرة بين الدول. الحصيلة هي أنه لم تبق لكم أي ذريعة للبقاء في الحكم. الشعب يريد رحيلكم، ارحلوا. أيها الوزير الأول، عند متابعة لعرضكم أين قزمتم مظاهرات 22 فبراير التي كانت بمثابة استفتاء شعبي، والشيء الذي يجعلنا نضحك ونبكي في نفس الوقت هو أنكم لا زلتم تغنون أسطوانة الأيادي الخارجية، إرهاب، العشرية السوداء. بتحليل لخطابكم استنتجنا أنكم تستمرون في استفزاز الشعب وتريدون زج الجزائر في الفوضى. الشعب فاق، والوحيد الذي يغص في نوم عميق هو أنتم والجماعة. وتمرير مسرحية تعيين رئيس الدولة التي رفضها الشعب بالقوة هو ضرب من الخيال وسيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. أيها الوزير الأول، بهكذا خطاب أنتم تشجعون العنف. إن كنا اليوم في هذا المجلس الفاقد للشرعية لأنه المنبر الوحيد الذي نتمتع فيه بحرية التعبير بعدما غلقتم أمام المعارضة كل قنوات الاتصال